محتارة تعملي غدا إيه أو عشا إيه؟ يالّا هاتي صدر فرخة وهتعملي صينية للغدا أو للعشا، اقتصادية جدًا، سهلة وطعمها حكاية. لو أول مرة بقى بتشوفوني أنا رنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات. يلا نبدأ على طول في وصفة النهاردة ونقول بسم الله. صدر فرخة هبدأ ان انا اقسمه نصين، وكل نص فيهم هقسمه نصين بالطول، وابدأ ان انا اقطعه مكعبات متوسطة، ما تكونش صغيرة قوي تضيع في الوصفة، ولا تكون كبيرة ما تلاقيهاش يعني كفت الأسرة كلها. صدر الفرخة ده هيكفي أسرة من 5 ل6 أفراد. هو الصدر ده متجمد شوية كده لان أنا خرجته من الفريزر من حوالي نص ساعة والجو برد، فما فكش قوي، فكان اسهل صراحة في التقطيع. هاخد بقى مكعبات دي على جنب، ومعايا هنا يا بنات فلفل الوان. لو مش متوفر عندك فلفل الوان تقدري تستخدمي شطه خضراء بس، فلفل اخضر بس، اي حاجه موجوده عندك هتقدري ان انت تستخدميها. واحلى حاجه في وصفه النهارده ان انت هتقدري تلعبي فيها براحتك، تزودي الخضار اللي انت عايزاه. ما عايزه تعمليه مثلا بطريقه بسيطه زي ما تحبي، يعني ممكن تستخدمي في الوصفه دي مثلا جزر، كوسه، بسله. لكن انا بصراحه حبيتها ان هي تكون صينيه خضار بسيطه خالص كده، ما حبيتش ان هي تكون مليانة خضار، حسيتها ان هي افضل واحسن لما نستخدمها بالبساطة اللي انتوا هتشوفوها قدامكم دلوقتي. بعد ما قطعت فلفل الالوان، جبت 3 حبات من الطماطم متوسطين الحجم. لو الطماطم اللي عندك كبيرة استخدمي 2 بس، وقطعيها بالشكل اللي انت شايفاه زي السلطة كده. كمان بصلتين متوسطين الحجم، لو البصل برضو اللي عندك كبير استخدمي بصلاية واحدة بس كبيرة. حاولوا ما تكتروش يعني في الطماطم وفي البصل قوي. قطعوا شرائح كده، وعادي على فكرة لو انتوا عايزين تقطعوا قطع صغيرة مكعبات زي ما تحبوا. هاخد بقى البصل والطماطم على جنب، ونشوف المكون الرئيسي بعد. طبعا هو المكون الرئيسي في الوصفة ده صدر الفرخة، فالمكون اللي بعده على طول او اللي يحتل المرتبة التانية هي البطاطس. جبت حوالي كده 6 7 بطاطسات، انا مش عارفة هما كام بطاطساية صراحة. حجمهم متوسط، بدأت برضو ان انا اقطعهم مكعبات متوسطة بالشكل ده، بس طبعا تقطيعة البطاطس تكون اقل سنة من تقطيعة الفراخ. يعني مش عايزينهم يضيعوا مع بعض. عايزين نكون معلمين قطع الفراخ عشان محدش يظلم حد ساعة الاكل. زي ما قلت لكم ضيفوا الخضار اللي تحبوه، لكن انا بصراحه حبيتها بس تكون بالبطاطس، بتكون احلى. مش عايزين يعني ايه نكتر كده ونكلكع الدنيا. في صينيه بقى، اي صينيه موجوده عندك، هنلم كل الحاجات اللي انتوا شفتوها دي، هنلمها في الصينيه. البطاطس، فلفل الالوان، البصل والطماطم. في الوقت ده انا مشغله الفرن يسخن على فكره. صدور الفراخ اللي احنا قطعناها مكعبات. هنضيف لها بقى شوية اضافات بسيطة كده، عبارة عن حوالي فصين او 3 فصوص من الثوم مفرومين ناعم، معلقتين كبار من صلصة الطماطم، والصلصة دي انا اللي مجهزاها في البيت، ونزلت الفيديو موجود هنا على قناتي. الملح بقى حسب كمية الخضار اللي انت مستخدماه. ربع معلقة كده من الفلفل الاسود، ونص معلقة مليان من الكزبرة الناشفة بتديها طعم وريحة تحفة. نص معلقة من التوابل اللحمة او بهارات اللحمة، ونص اكتر من نص معلقة بشوية بابريكا. معلقتين كبار من الزيت. وبكده دي كل المكونات اللي احنا هنستخدمها في وصفة النهاردة. هبدأ بقى انا اقلب كويس جدا. انا قلبت تقليبه كده بس قدام الكاميرا بالمعلقه، بس خدت بقى الصينيه على جنب وبايديا فركت، تدعكي كده، ادعكي كل المكونات مع بعضها بالشكل اللي انتم شايفينه. في الوقت ده يا بنات انا هدخل الصينيه دي على قاع الفرن، بطفي من فوق وبشغل من تحت بس. اول ما بتبدا في الغليان بخلي النار متوسطه، وطبعا غطيها بغطا محكم او ورق فويل لو موجود عندك اي حاجه. انا بصراحه جبت لها غطا وغطيتها بيه. ولما تلاقي الخضار نزل ميته، سيبيها تغلب الميه اللي هتنزل اللي هينزل من الخضار، وبعد كده زوديها كوبايه صغيره من الميه، وسيبيها لحد ما تستوي. وبعد ما تستوي شغلي لها شوايه تاخد اللون القمر اللي انتوا شايفينه. وبألف هنا، احلى صينيه بسيطه طعمها تحفه. كلها بقى جنب رز ابيض او عيش او رقاق، اي خبز موجود عندكم. بصراحة يا بنات طعمها حلو قوي وريحتها تحفة، صينية اقتصادية وتكفي ل5 6 أفراد كمان. أتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات. أتمنى السعادة والخير والتوفيق للجميع. هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.